لو بتلاحظي طفح جلدي لونه أحمر على شكل فراشة في منطقة الخدود والمناخير ومعاه وجع في المفاصل أو تعب مش مبرر، بلاش تتعاملي معاه إنه مجرد حساسية جلدية. الحقيقة إن دي أشهر علامة لمرض الذئبة الحمراء اللي سببه نشاط في جهازك المناعي مش مجرد مشكلة في الجلد. الذئبة مش مرض معدي نهائي، هي مجرد لخبطة في جينات وجهاز مناعي بتخلي الجسم يهاجم نفسه. وعشان نشخصها صح بنحتاج تحاليل مناعية دقيقة جدا زي الأنا عشان نحدد درجة نشاط المرض ونبدأ العلاج المناسب. مع العلاج الحديث والمتابعة المنتظمة مريض الذئبة بيقدر يوصل لمرحلة الخمول التام، يعني يقدر يمارس حياته ويشتغل بشكل طبيعي جدا طالما الالتهاب تحت السيطرة الطبية المستمرة. الذئبة مش نهاية الطريق، هي بداية لنمط حياة أصح. لو عندك أي استفسار عن أعراض الذئبة أو محتاج تعرف أكتر عن التحاليل المطلوبة، شرفوني في العيادة وهرد عليك بكل التفاصيل.